السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده مع بعض هنعمل وصفه قد ايه اقتصاديه وموفره جدا، وكمان كميتها وشكلها اللهم بارك تحفه. هنعمل من صدر فرخه او 600 جرام بالظبط. هنعمل مع بعض كميه حلوه جدا جدا من الناجتس الجاهز، او هنعمله بانيه زي ما تسميه سميه. مش هنختلف في المسميات قد ما هو كنتيجه وشكل اللهم بارك تحفه. واظن انتوا شايفين الشكل كمان بتاعه. اتمنى ان انتوا تجربوه بالطريقه دي، ان شاء الله هيعجبكم، ان رضاكم هيطلع معاكم مظبوط من اول مره. كمان تعالوا مسمعكم اسمعوا صوته بقى كده، صوت معايا. القرمشه بتاعته. تعالوا بقى بينا اما نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبدا الوصفه بتاعتنا. انا هنا معايا 4 ارغفه من العيش الفينو، ده مقاسه وسط، مش كبير قوي ولا صغير قوي. كان يعني بايت عندي، يا دوب قشرت القشره الخارجيه بتاعته زي ما انتم شايفينه كده، وضربته في الكبه تمام كده. لو انت عندك صابح ممكن تنشفيه في الفرن وتشتغلي بيه، مش هيفرق خالص. كمان معانا ايه؟ معايا بصلتين 2 حجم وسط او واحدة كبيرة، مع 5 فصوص توم، معلقة ملح كبيرة، ومعلقة بهار مشكل، والبهارات دي راجعالك تبع ذوقك وتبع تفضيلك. كمان ضفت كيس فيجيتار حار، كمان ضفت مرقة فورية وكيس خلطة بطاطس. جربوا يا جماعة، التوابل دي هتفرق معاكم جدا وهتغنيكم تماما عن البهارات في الوصفة. هحطهم كلهم في الكبة واديهم ضربة كده بالبصل بحاله بالثوم بمية البصل، مش هنصفي اي حاجة. شايفين النتيجة؟ العيش شرب المية بتاعة البصل وطلع زي حبات الرمل بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي تمام كده. معانا ايه كمان؟ معانا 600 جرام صدور او اوراق مخليين. انا طحناهم طحنة كويسة جدا في الكبة، وممكن تجيبيهم جاهزين كده يعني مطحونين بالطريقة دي. اهم حاجة يبقى الخليط بتاعك ناعم جدا او هما مطحونين كويس جدا تمام. هبتدي ادمجهم مع المكونات بتاعتي اللي هي العيش والبصل والتوابل بالطريقه دي. اهم حاجه في المرحله دي انك تتاكدي ان المكونات بتاعتك كلها اندمجت مع بعض. انا بصراحه خدتهم وضربتهم ضربه كويس جدا في الكبه مكان العيش والبصل، يعني مكان ما انا اشتغلت ضربت الفراخ فيه. شايفين شكلهم؟ ادي النتيجه بتاعتهم، المكونات كلها امتزجت مع بعض بالطريقه دي. في الوقت ده مش هنعمل اي حاجة في الغلطة بتاعتنا غير ان احنا هنغطيها كويس جدا وندخلها التلاجة بغطا بقى، بكيس، بستريتش، اي حاجة عندك متاحة تغطيها وتدخلها التلاجة. هتقعد قد ايه؟ اقل حاجة ساعتين، ولو باتت النتيجة بتاعتها تبقى احسن كتير. انا بصراحة بيتها من بالليل واشتغلت فيها تاني يوم الصبح، ادتني نتيجة تحفة. الخليط بتاعك مش هيلزق معاكي خالص، اما تيجي تشكليه هيتشكل معاكي بكل سهولة، مش هيتعبك ولا هيضايق. هنبتدي بقى نشكل الخليط بتاعنا. معايا بقى على اي صينيه او اي حاجه عندك هنفتح عليها اكياس من بتاعه التلاجة او اكياس من بتاعه السندوتشات كده، ولازم الاكياس ضروري جدا عشان الخليط بتاعك ما يلزقش في الحاجه اللي انت هتدخليها الفريزر تمام. معايا بوله فيها زيت، هبتدي اعوص ايدي كده وابتدي اخد قطعه من الخليط بتاعي. المقاس والحجم والتشكيل ده راجع لك انت. بعملها زي صباع الكفته كده وابتدي اضغط عليها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. شايفين شكلها؟ وسويها بقى زي ما انت حابه. وممكن كمان تحطي الخليط بتاعك ده ما بين كيستين من بتوع التلاجة وتفرديهم وتقطعيهم. دي حاجة راجعالك انت، الشكل ده راجعلك انت، انا بوريك الشكل والفكرة وانت اعملي اللي انت عايزاه. خلاص؟ شايفين شكلها؟ اللهم بارك. هوريكي كمان السمك بتاعها قد ايه. ما تحاوليش انك تخليها مليانة قوي او تخينة قوي، لان الخليط اللي احنا هنحطه عليه او الكفر الخارجي هيخلي القطعة بتاعتك كبيرة جدا لما تيجي تقليه. شايفين شكلها؟ اللهم بارك تحفة. انا بحاول بس ان انا اظبطها ان يبقى شكلها موارب للجهاز. ده السمك اللي انا عايزاه، وكان كويس جدا جدا معايا واداني نتيجة كويسة جدا. على الصينية بتاعتنا بقى، وهأكد لتاني مرة ان احنا لازم نكون فرشين عليها اكياس عشان البانيه او النجتس بتاعنا ما يلزقش فيها. وهبتدي ارص البانيه بتاعي كله بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. طلع معايا قد ايه؟ طلع معايا 28 قطعة نجتس او بانيه. القطعة كبيرة جدا، لو انت حابة تصغري هيديكي نتيجة اكتر من كده. انا عاملة القطعة كبيرة وانتوا شفتوها في اول الفيديو، وكمان هتكبر اكتر لما نحط الكفر الخارجي بتاعها. انا بوريكم هنا ان الاكياس موجوده ازاي. هاخد بقى الخليط بتاعي واحطه في الفريزر لحد ما يتلج جدا. اهم حاجه انك تتاكدي ان الخليط بتاعك مجمد تمام. هوريكم هنا، شايفين القطعه بتاعه الناجتس او البانيه عامله ازاي؟ بوريكم هنا السمك بتاعها. ده السمك بتاعها المظبوط. متحاوليش انك تطخني اكتر من كده علشان تديله مساحته اما تيجي تسويه. تمام كده. هاخد الخليط بتاعي بقى كله وادخله في الفريزر. عايزه تخليه بعد ما يجمد منك كده وتعبيه في علب براحتك. عايزه تعبيه زي ما احنا هنعبيه بعد ما نحط عليه الكفر الخارجي براحتك. في تلك الحالتين النتيجه واحده، يعني انت ممكن تجمديه وبعد كده تعبيه في علب وتحطيه في الفريزر وتبقي تديله الكفر الاخراني في الاخر تمام. انا دخلته الفريزر وهبتدي بقى اعمل ايه؟ اعمل الكفر الخارجي. هنبدا بقى بالسائل بتاعنا اللي احنا هنحط فيه قطع البانيه. اول حاجه هنجيبها
نص كوبايه ميه سخنه حطيت فيها مكعب مرق دجاج، وحطيت معاها نص معلقه بهارات او توابل مشكله تبع ما انت تحبي. البهار ده تبع ذوقك وتبع تفضيلك، اهم حاجه ان الميه تكون سخنه علشان تدوب مكعب مرقه الدجاج. تمام. وهنزل عليها كمان بكوبايه ميه بارده من الحنفيه بعد ما قلبت المكعب واتاكدت انه ده تمام. ممكن تستغني عن خطوه المكعب دي وتحطي ملح، دي حاجه راجعه لك انت. هقلب كوبايه الدقيق في الخليط اللي انا عملته، وهيطلع معاكي ممتاز من غير لا بيض ولا نشا ولا اي حاجه. جربيه بالطريقه دي، بيدي تيست حلو جدا جدا، وهتطلع معاكي نتيجته جميله جدا جدا. ده شكل الخليط بتاعنا، وده السمك اللي مطلوب او القوام بتاعه. تقيل بس مش تقيل قوي ومش خفيف قوي. تمام كده. تعالوا بقى للغلاف اللي احنا هنغطي بيه البانيه او الناجتس بتاعنا. انا ده كريسبي بنجيبه من عند العطار، بيبقى سايب كده بس بيبقى خشن جدا. انا باخده بصراحه ضربه كده في الكبه، يعني بنعمه. لو انت حابه تشتغلي فيه زي ما بيجي دي حاجه راجعه لك، بس انا بحب اديله جرشه خفيفه كده في الكبه. تمام. هنزل عليه بكيسين 2 فيجيتار حار، ممكن تستخدمي بارد براحتك وممكن ما تحطوهوش خالص، بس بما ان احنا مش هنتبل الكريسبي لان هو بيجي من غير توابل خالص، خلطة الفيجيتار ما بتحتكيش معاها اي حاجة، يا دوب بتحطيها على طول على الكريسبي وتشتغلي. تمام كده. شايفين شكله؟ هنا كنت طلعت البانيه بتاعي او الناجتس من التلاجة من الفريزر، انا بوريلكم هنا ان هو مجمد جدا. وهبتدي انزل فيه بسائل التغطية الاولاني، هشيله من السائل واحطه على طول في الكريسبي. هوريلكم اللقطة دي اتقطعت فعدتها تاني. هنا حطيت قطعة البانيه في قلب السائل وهشيلها من السائل، دي تغطية اول مرة. تمام. هحطه بقى في الكريسبي واضغط عليه كويس جدا، اتاكد ان انا غلفته كويس جدا جدا بالكريسبي. في المرحله دي لو انت حابه ان الكفر الخارجي بتاعك يبقى خفيف، هتستكفي ان انت تعملي الخطوه بتاعه التغطيه دي مره واحده. تمام. لكن لو انت عايزه الكفر بتاعك تقيل وكريسبي اكتر، يبقى هتشيليه من الكريسبي كده وترجعيه تاني في السائل، وهتشيليه من السائل ترجعيه في الكريسبي، يعني هتكرري النتيجه بتاعه التغطيه دي مرتين. تمام. زي ما انتم شايفين كده في الشرح. لو عملتيه بالطريقه دي هيبقى النتيجه بتاعته حلوه جدا، هيفضل معاكي كريسبي حتى لو بات، هتضمني انه مش هيشرب زيت خالص، وهتطلع نتيجته معاكي اللهم بارك ممتازه. اتمنى بقى لو وصلتوا معانا لحد هنا في الفيديو ما تنسوناش في لايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دي النتيجه بتاعت تاني مره تغطيه او الكفر لتاني مره. شايفين شكل اللهم بارك؟ الحجم بتاع القطع بيختلف جدا، بيديكي نتيجه حلوه جدا جدا. شايفين كده؟ انا حطيته في اطباق بالطريقه دي، طلعوا زي ما اتفقنا معانا 28 قطعة، بس كان في طبق اتاكل. شايفين شكله؟ تحفة يا جماعة. اتمنى ان انتوا تجربوه. في الوقت ده انت ممكن بقى تغطيه باكياس تلاجة او بستريتش راب وتدخليه في الفريزر، لما تعوزي هتطلعيه مجمد وعلى طول على طاسة سخنة وتقليه. اهم حاجة ما يفكش معاكي، عشان لو فك هيعجن منك. بقى اما نقلي كده البانيه بتاعنا او الناجتس في طاسة سخنة فيها كمية زيت مش كتيرة، وهنزل بالبانيه بتاعي. اهم حاجة ان النار بتاعتي تكون متوسطة ما تبقاش عالية، علشان البانيه بتاعي ما ياخدش لون بسرعة من بره ويبقى من جوه ناي، بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وكل شويه قلبي براحتك خالص، ما تقلقيش، هيطلع معاكي بمنتهى السهوله، عمر الكفر ما هيقع. شايفين شكله؟ اللهم بارك. كنت قليته هيفضل معاكي من اول واحده لاخر واحده بالنتيجه اللي انتوا شايفينها دي. الكفر متجانس جدا، مش هيقع منك في الزيت ولا هيفك خالص، وانا سمعتكم صوت القرمشه بتاعته في اول الفيديو. شايفين شكله؟ تحفه من تحت وفوق، تحفه. اتمنى ان الوصفه بتاعتنا تكون عجبتكم النهارده وتكون نالت رضاكم. لو الوصفه بتاعتنا عجبتكم ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ادي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى انها تعجبكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، دمتم سالمين. اشوفكم على خير في فيديو جديد تاني ان شاء الله. في رعايه الله.